جمال مناد أسطورة شبيبة القبائل وهداف المنتخب الوطني سابقا يعود للواجهة مجددا في حوار مطول مع قناة الهداف يتحدث فيه عن عدة أمور مثيرة أبرزها صراع البقاء الذي يشهده بيت شبيبة القبائل في البطولة. في الناس كل أنصار شبيبة القبائل يتمنوا هو البقاء في القسم الأول. من نهار طلعت شبيبة القبائل من 69 عمرها ما حبطت. Les matchs qui restent pour la JSK, c'est des matchs de coupe. À Tizi Ouzou, il faut s'imposer, il faut gagner. رأيه في قدوم شركة وطنية لترأس الشبيبة. سون بوفي دوكسيجين على كل حال مليحة، مي جوري ايمي لو كان جات من قبل. بالسوتيان فينونسي هذا وبتسيير عشوائي ما يديكش النتيجة إيجابية. نصيحته لأنصار النادي القبائلي في هذه المرحلة الحساسة من الموسم. جيونا من هذا سيبورتي فلان الاخر سيبورتي فلان سيبورتي لا جي اس كا. Je leur demande de s'unir pour encourager l'équipe. Elle a besoin de votre soutien باش لي جوار يحسوا روحهم الاز كي يدخل في التيران في تيزي وزو ما لازمش يدخل بالخوف. لماذا يبلي لاعبو شبيبة البلاء الحسن قاريا ويفشلون في ذلك محليا؟ في البطولة يا ان سيرتان كومبلكس اللي خلق فيهم في لي جوار. مي بار كونت اون كوب دافريك لا بريسيون هادي لا طونسيون هادي نيكزيست با. هل منح شركات وطنية للأندية الجزائرية هو نهاية الأزمة فعليا؟ أنا نشوفوا بعض الأندية عندهم نهار يحكموهم هاد الشركات هادو صرفوا مليارات ما قدروش يبنيو ستاد ولا ان بتي كون دونترينمون. مواجهته للأسطورة الراحلة دييغو أرماندو مارادونا. وصلنا كارت فينال مع مارادونا. عنده هيئة، عنده كاريزما، عنده كوربيلونس الله يبارك. هو قصير يتي ترابي هكذا ويليتي لا كوربيلونس تاعو تاع فيريتابل فوتبولور. Il était impressionnant, c'était un génie. Personne ne pouvait l'égaler. وعشقه لشباب الوزداد وإعجابه بالأسطورة الألماس رحمة الله عليه. هنا سي بي كنت نتبعها في لي زاني 60 ونتذكر بعض المقابلات هكذا وبعض الفنيات تاع الالماس الله يرحمه. انا جيتي فان دو سيرتان جوار الالماس الله يرحمه كنا نشاهدوا به. كل هذا وغيره تتابعونه في الجزء الأول من حوار جمال مناد في الأوقات التالية.